السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد ويوم جديد ان شاء الله باذن الله يكون الروتين بتاعي بيعجبكم، والافكار اللي بنعملها في الروتين طبعا هي حاجات تقليدية، ما مش يعني افكار جديدة، كلها حاجات بنعملها في يومنا. بحب اشاركها معاكم، وان شاء الله باذن الله تكون بتنول رضاكم وبتعجبكم. ويا ريت تقولوا لي رايكم في الروتين اللي انا بنزله كل يوم. في الكومنتات تقولوا لي لو انتوا حابين اضيف حاجه معينه. حد عايز ان انا اعمل اكله معينه. كل الحاجات دي كلها يا ريت تقولوا لي في الكومنتات رايكم، كمان يهمني. ساعات الواحد بيكون قايم من النوم عايز يفطر فطار تقيل كده شويه، وفي اوقات تانية بيبقى الواحد مش عايز. فالنهارده بقى قلت انا هعمل فطار كده يكون يعني تقيل شويه يشبع يعني. فعملت فول بطماطم. هنا الطماطميه دي ما اتقطعتش، مش عارفه ازاي. فعملت التوم، دقيت التوم وعملته كده في الزيت، كده كان عندي زيت بطاطس نضيف يعني. فاخدت حبه في الطاسه الصغيره ديت، ونزلت عليها بالثوم المفروم، ونزلت بالطماطم اللي انا مقطعاها مكعبات صغيره، وحطيت ملح وفلفل وكمون ورشه من الشطه. وكمان رشه بسيطه من الخل. انت هتستغربوا طبعا، هتقولوا لي خل ايه امل اللي على الفول؟ والله العظيم يا جماعه تحفه. اي تسبيكه فيها طماطم حط لها رشه بسيطه من الخل، صدقيني هتنقلها في حته تانية. هنا كنت انا حطيت الفول اساسا في الطبق، وكنت هاكل يعني هنفطر بيه كده. بس للاسف الفول طعمه ما عجبنيش. فاكتر حاجه بتخلي طعم الفول حلو، لو الفول جاي يعني طعمه مش ولا بد، يعني انك انت تعملي له توميه كده بشويه صلصه، وتعمليه فول بطماطم. هنا بقى مش عارفه الكاميرا كانت مالها كده، مغششها مش عارفه. فغرفت بقى الفول بتاعي والطعمية السخنة والجبنة البيضة، وحطيت كمان لفت من اللي انا عاملاه، وكمان قطعت بصل. عايزه اقول لكم كده فطار جامد جدا. بعد الاكله المتينه دي بقى كوبايه شاي كده بتظبط الكلام يعني. اتفضلوا بقى افطروا معانا وبألف هنا وشفا يا رب. ما شاء الله كده، ده الفطار كان فطارنا بقى. فايه قعدت بقى شويه كده، وبعدين قلنا هناكل ايه. فلقيت بقى بتاع الفول الاخضر معدي من تحت البيت، فقلت بس انت جيت لي يعني نجده. انا قاعده محتاره عايزه اي حاجه انجز يعني. فقلت خلاص هنعمل النهارده. طبعا دي كانت اول مره اعمله السنه دي يعني، ده لسه طالع جديد يعني، الموسم بتاعه لسه بادئ. فما اصلش جبته السنه دي اول مره. فانا بعشق حاجه اسمها الفول الاخضر ده يا جماعه، يعني بعشقه بالعيش والجبنه. بعشقه بالرز. يعني هو انا ساعه ما بيطلع صراحه ببقى مبسوطه جدا. مش عارفه في ناس ما بتاكلوش يعني، لا انا بحبه قوي. بعد ما قشرت الفول بقى وركنته كده على جنب لحد ما قرب لميعاد الغدا شويه. فقلت اما اغسل شويه المواعين اللي اتبقوا من الفطار، علشان يبقى الحوض بتاعي كده نضيف، واعرف اقف اعمل الاكل، لان انا ما بعرفش اقف في المطبخ اعمل اكل وفي الحوض فيه مواعين يعني وكده. بحب الدنيا تكون حواليا نظيفه ورايقه. هنا بقى ابن الصغير ربنا يهديه يا رب، ادعوا له يا جماعه ربنا يهديه. شد الاستاند، وعلى فكره هيشده تاني دلوقتي وعصبني يعني. بس هو صغير ده يعني عنده سنتين وشهرين، فمش هينفع اعمل معاه حاجة. يعني انا اخري ان انا اقعد ازعق، بس مش هينفع اعمل مع ده بالذات حاجة. التانيين لا، التانيين بيتظبطوا يعني. التانيين بظبطهم الصراحة. اه شوفوا هنا، هنا رزعت الطبق في الحوض وقلت له انت عايز ايه مني بالظبط. كنت خلاص غسلت شوية المواعين، وقلت بقى ايه اعمل كوباية القهوة. عايزه اقول لكم ان الكوبايه دي انا المره دي عامله كوبايه كبيره، لان بجد الولاد مخلصين عليا خالص. طبعا كلكم عارفين ربنا يهديهم يا رب ويصلح حالهم وينجحهم اللهم امين. فقلت بقى اما اعمل كوبايه قهوه كده ايه تقيله شويه كده، تقدر يعني اقدر ان انا اشربها واكمل معاهم بقيه اليوم، لان اليوم لسه طويل والمناهده بتاعت القلب لسه طويله. فقلت اما اعمل كوبايه القهوه دي كده، واقعد كده استجم كده مع نفسي شويه بالتليفون كده، وكوبايه القهوه لحد ما يجي ميعاد الغدا، عشان اقوم ايه اشتغل في الغدا على طول. اخدت القهوه بتاعتي كده،
مش عارفه انا انا مش عارفه، انا صورت المقطع ده كنت انا لابسه الاسدال واقفه، فقلت ايه ما مسي كده عليكم. بقول لكم ان كوبايه القهوه دي انا حاسه ان انا بعمل كاني بقول لكم كده في صحتكم بس لا، انا كنت بقول لكم ان كوبايه القهوه دي برفعها لكم كده، وبقول لكم كوبايه القهوه دي بتظبط يومي، يعني بتخليني اقدر اتحمل الولاد والعمايل بتاعتهم فيا. هنا بقى بعد ما شربت القهوة وقعدت شوية كده، خلاص بقى جه ميعاد الغدا. فقمت قلت يلا نتوكل على الله كده واعمل الغدا كده على السريع. معايا هنا بصلاية كبيرة، قشرتها بالشكل ده كده وهغسلها، وهبتدي بقى ان انا ايه ابشرها. انا المره دي ما قطعتهاش بالسكينه، استسهلت يعني وقلت ابشرها كده بالمبشره، لان بحب برضو الرز الصياديه، بحب البصله ما تكونش باينه فيها يا جماعه، يعني بحبها تكون ناعمه جدا، فطبعا المبشره بتخلي البصله ناعمه جدا. فبشرت البصلايه بتاعتي كده بالشكل ده كده، ونعمتها خالص كده، وما شاء الله اتبشرت معايا بكل سهوله. وهنروح بقى ايه على البوتاجاز ونولع على الحله بتاعتنا كده اهو بالشكل ده كده. بشرت البصلايه بتاعتي، بصلايه تكون يعني حلوه متوسطه كده، ما تكونش صغيره. هنا بقى حطيت الحله بتاعتي كده على النار علشان ايه اقلي بقى البصله بتاعت الصياديه. النهارده هنعمل الفول رز صياديه. الطريقة دي جميلة جدا ومشهورة عندنا في دمياط، وبصراحة يعني دي أحلى طريقة رز وفول. في طرق تانية، وفي طريقة تانية اللي هي بتبقى مرتة. مرتة دي اللي هي بتبقى لونها فاتح وكده، البصلاية ما بنغمقهاش قوي بالشكل اللي هتشوفوه دلوقتي. بس بصراحة أنا بميل للطريقة دي أكتر. الطريقة التانية برضو في ناس كتير بتحبها، بس أنا بحب الطريقة دي أكتر. عايزه اقول لكم ان انا برضو ما كترتش فول، لان ولادي فيهم طبع وحش قوي، يعني لما بيجوا ياكلوا الرز والفول ده هم اصلا بيبقوا بياكلوه متغصبين، يعني مغصوبين عليه ان هم ايه، لا هو ده وما فيش الا ده. فبيعملوا ايه بقى؟ بيقوموا يجوا لما بيجوا ياكلوا بيشيلوا لي الفول، يطلعوا لي الفول ويقولوا لي مش عايزينه. فما بحاولش ان انا اكتر يعني في الفول وكده، علشان هم اساسا مش بياكلوه، انا اللي بحبه جدا. وامي برضو ربنا يديها الصحه يا رب ويشفيها بتحبه جدا. عايزه اقول لكم ان انا اكلتها من الرز والفول دوت، وكانت مبسوطه قوي، قالت لي والله ده طعمه جميل جدا. فبدات بقى ان انا احمر في البصله بالشكل ده كده. طبعا اللون الذهبي ده لا، احنا عايزين اغمق كمان عن كده. فهنفضل نقلب كده ايدنا في البصلة على طول علشان يبقى لونها موحد. ففضلت اقلب في البصلة بالشكل ده كده لما ادتني درجة اللون اللي انا عايزاها، اللي هتشوفوها دلوقتي. على فكرة يا جماعة، الصيادية بتبوظ من ناس كتير قوي علشان التركة بتاعت البصل دي. البصل يعني هي التركة الوحيدة اللي بتظبط الصيادية، اللي هي اللون بتاع البصلة. كنت زمان اول ما اتجوزت ما كانتش بتظبط معايا خالص، يعني كنت لما اجي اعمل الصياديه كانت البصله بتتحرق معايا، فما كانتش بتديني اللون البني الحلو ده. شايفين بالشكل ده كده البصله بتاعتي لونها اغمق كده، واول ما تبتدي تدخن بالشكل ده كده، ده معناها ان هي كده تمام. هننزل على طول بالميه دلوقتي حالا اهو بالشكل ده كده. لو استنيت شويه كمان خلاص كده البصله بتاعتك اتحرقت، ومش هتديك اللون البني ده، وهيبقى خلاص نشفت كده وفتولت، مش هتدوب في الشوربه وفي الرز. بالشكل ده كده بدأت بقى ان انا انزل بالمية بتاعه الرز بتاعتي. طبعا انا معايا كيلو من الرز، فهظبط المية وهحط كمان البهارات. اول حاجة طبعا بعد ما نزلت بالمية كده هحط الفول لازم يغلي كويس جدا مع المية يعني، لحد ما لون الفول يغير، يعني ما ينفعش ان انا انزل بالرز والفول اخضر كده. نزلت بقى فلفل اسود، كمون، ملح، رشه من الشطه، رشه من الكزبره الناشفه. جميل جدا. بصوا يعني الكزبره الناشفه بتدي طعم حلو قوي مع الرز والفول والله ما شاء الله بالشكل ده كده. بدأ بقى الشوربه بتاعتي او الميه بتاعت الرز بتغلي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنا برضو حسيت ان الفول لسه لونه اخضر، فسيبته يكمل يعني سوا شوية. هنا بقى لونه بدأ يبقى بني، خلاص اخد بقى من المية وشرب من البصلة وبدأ يخش في السوا. هنا بقى هننزل بالرز، هيكمل تسويته مع الرز، فهيبقى مستوي ويبقى جميل جدا.
اهو بالشكل ده كده هنقلب بقى الرز بتاعنا ونسيبه بقى لحد ما يتشرب. هنديله بقى التقليبه دي بعد ما بدأ يتشرب كده وخلاص كده ديت، يعني دي التقليبه بقى اللي هديها له، وخلاص ههدي النار خالص عليه، وهوطي بقى النار وهغطي كمان الحله، وهسيبه بقى. بسم الله ما شاء الله. بألف هنا وشفا يا رب. ده كان شكله بعد ما استوى. عايزه اقول لكم الفول دايب دوب، كان بصراحه جميل جدا. ويلا بينا نغرف الاكل بتاعنا. هنا بقى غرفت الاكل بتاعي، وكان ما شاء الله حاجه كده تفتح النفس. وعايزه اقول لكم كمان ان انا قطعت بصل كمان مع الاكله دي، بتبقى حلوه قوي. وشويه اللفت اللي احنا عاملينه، انا عملت لفت تاني على فكره يا جماعه غير اللي انا عملته معاكم. وما شاء الله ده كان نهايه الفيديو بتاعي، يا رب يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.